رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه يوميات محمود وسولي. بصوا، عايزه لايك جامد وكومنت اجمد، لان بجد النهارده تعبت جدا جدا جدا. مش قادره اوصف لكم انا تعبت ازاي النهارده، وانتوا هتشوفوا الفيديو بنفسكم وتحكموا. اتمنى بقى انكم لو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشغلوا الاشعارات على كلمه الكل، علشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو اول باول اول ما انزله. بصوا بقى يا حبيبي، نبتدي بقى كده ايه في تنظيفات المطبخ اللي طلع فيه النهارده عيني بجد، وكنت تعبانه فيه جدا جدا جدا. يعني بصوا انتوا هتشوفوا وتحكموا بنفسكم. هنا كنت مسكت بقى اول ضلفه دي كده. بصوا ايه اسمها، ضلفه ولا ضرفه؟ باللام ولا بالري؟ بصوا مش عارفه. فانتوا قولوا لي ايه كده احسن اسمها الاسم بتاعها الصح ايه. بصي انا كنت بقى مسكت اول ضلفه كده، نزلت الطقم ده. طبعا ما كانش ليه اي استخدام اصلا، عندي محطوط عندي كده وخلاص ما بستخدمهوش. فكان مغربني برضو، كان معصلك كده معايا في الطلوع، فاضطريت اطلعه بقى ايه، يعني طبق طبق بقى كده وحله حله كده صغننه. وشلت المفرش ومسحت مكانه كده الاول على الناشف عشان اشيل بس التراب منه كويس. وبعد كده رحت عملت الخطوه الخلطه الجباره دي اللي انا حطاها في البخاخه. انا هقول لكم عليها. بصوا الخلطه دي بقى عباره عن ايه. عباره عن كربوناتو وخل وليمون وشويه صابون مواعين وشويه ميه. رجيتهم كلهم كويس جدا كده مع بعض في البخاخه. وبقيت معتمدة البخاخة دي في اي حتة. بصوا ماشية بيها كده في الشقة، بنظف بيها كده زي ما انتوا بتشوفوا الدولف من جوه، وبنظف بيها الدولف برضو من بره. بتجيب نتيجة هايلة جدا، وبتشيل معايا لو في دهون اي حاجة على الضلفة بتشيلها في ثواني. وبدعك كده بيها وبنضف بيها كده بفوطة مبلولة، من غير ما بهدر الدنيا مية ومن غير ما اعمل اي مجهود. بتنضف معايا كويس جدا جدا بصراحة. فبصوا اعتمدوا الخلطة دي في اي حاجة انتوا بتعملوها، سواء بقى تنظيف خلاط، تنظيف رخامة، تنظيف بوتاجاز، اي تنظيفات عندكم تعملوها الخلطة دي جبارة. اديني نزلت كده الطقم زي ما انتم شايفين اهو، بقيت انزله واحد واحد كده وبغسله كويس من التراب اللي عليه. بس ده الطقم ده بغسله بالراحة جدا جدا. يعني ايه، بصوا عشان الطقم ده بلمسة، جيت بعمله لقيت الفصوص الاسترسات والحاجات اللي عليه بقت بتقع. فايه بقيت بالراحة جدا طبعا عليه. فطبعا زي ما انتم شايفين كده بعمل كل حاجة بالراحة كده. لان بجد النهاردة اليوم معايا النهاردة كمان كان متعب قوي، لاني كمان كنت صايمة. فتعبت جدا في المطبخ، وكمان بقى حاطة الكرسي وكل شوية بقى واقفة طالعة ونازلة طالعة ونازلة، لحد ما بص ولكت بقيت بقى واقفة على الكرسي. والله بجد حرفيا بقيت كنت دايخة جدا، صيام بقى وريقي ناشف، ومن صباحية ربنا كمان كنت في المطبخ. فبجد بقى ايه تعبت جدا. وايه بقى انتوا شايفين التعب اللي انا فيه؟ يلا حطولي بقى كده ايه لايك حلو. بصوا بعد ما خلصت الطقم هنا وغسلته، وغسلت المفرش طبعا اللي كان تحتيه، ونضفت مكانه، جيت فرشته بقى ورصيته تاني زي ما انتوا شايفين. وجيت بقى على الرف اللي من فوقيه برضو شيلته ومسحت الجوانب كده والرف نفسه من التراب بالفوطة على الناشف برضو عشان التراب يطلع معايا كده بسهولة. وبعد كده بقيت برش الخلطة بتاعتي الجبارة دي، وبقيت امسح بيها برضو كده بصوا على الناشف من غير ما بهدر الدنيا مية ولا اي حاجة. خصوصا كمان زي ما انتم عارفين ان المطبخ ضيق، فالمطبخ ما دام ضيق ما ينفعش ابهدل الدنيا ميه، لان الغساله محطوطه من تحت والمطبخ نفسه سايكو من تحت، ما يعني مش معمول عجل ولا اي حاجه. فحبه ميه بينزلوا على الارض بيبهدلوا الدنيا. وكمان عشان الغساله لازم احافظ عليها عشان البرومه او الميه ما تجيش عليها تخليها تصدي، او البرومه تاكلها او اي حاجه. كمان ان مش تحتها قاعديه، لاني ما كانش شايفه ان انا احط تحتها قاعده، لان ما فيش مساحه، لاني حطاها تحت الرخامه بتاعه الحوض زي ما انتم مش شايفين كده. فطبعا بحافظ على كل حاجه وبعمل كل حاجه بالراحه جدا، علشان خاطر الميه ما تبهدليش الدنيا. وطبعا زي ما انتم شايفين كنت بنزل رف رف، علشان خاطر برضو ما كركبش الدنيا كده عليا، واحس ان الحاجه كلها متكومه فوق دماغي ومش عارفه اعمل فيها ايه. فبقيت اريح دماغي كده وبنزل كل رف رف لوحده زي ما انتم شايفين. بصوا بنزل الرف انضفه واغسل مكانه واغسل حاجته، واروح مرجعاه رصاه تاني، واروح مقفلاه ودعكه
الضلفة كده من بره برضو بالخلطة بتاعتنا الجبارة دي والسلك الخشن. وجيت هنا عند الضلفة دي برضو نزلت الخلاط كله ونضفت مكانه ومسحت مكانه على الناشف. وبعد كده بيتعمل برضو بالخلطة، ودعكت الخلاط بتاعي كويس جدا ورحت رصاه. وجيت برضو في الرف من فوق اهو برضو دعكته ورحت منضفاه ورصيت. بصوا بقى الاطباق دي كلها، اللقط دي كلها بصوا نصها متكسر، يعني كل طقم بصوا ما فيش منه غير الطبقين، الباقي كله اتدشدش يعني. فعشان كده تلاقيني بقى ايه كومته كله كده ايه جوا بعض. وهنا بقى جيت في الضلفه دي بصوا دمار الدمار. جيت هنا دي الدولف اللي هي الكبيره اللي هما الضلفتين مع بعض. طبعا هنا متستغربوش انا لبست الخمار لاني كنت لابسه العبايه. ونزلت رحت جبت عبد الله من الحضانه طبعا، وجبت شويه طلبات من السوق. وجيت بقى عملت الاكل وخلصت الدنيا. عملت كده شوربه لسان عصفور وفراخ لعبد الله عشان كان تعبان. جبته من الحضانه لقيته الميس بتقولي ان هو كان تعبان، رحت اديته للدكتور على طول في ساعتها. وكشفت عليه طبعا الدكتور قال لي عنده احتقان في الزور جامد قوي ودور برد. مسافه ما جينا البيت يعني حضرت له كده، عملت له سندوتش جبنه ياكله. عقبال ما اعمل له الاكل لقيت بقى بصوا عايزه اقول لكم بهدر الدنيا ترجيع بقى ومفيش لقمه كانت قاعده في بطنه بسرعه. فرحت بقى عملت له كده حبه شوربه لسان عصفور كده على السريع وفرخه كده مسلوقه ياكلها. بس برضو بصراحه كان كل لقمه ياكلها برضو كان بيرجعها على طول، ما كانش في حاجه برضو قاعده في بطنه. فطبعا بقى عقبال ما اكلته وطمنت عليه وغيرت هدومي بقى وقمت بقى كملت بقيه المطبخ قبل المغرب ما يأذن. نزلت طقم الميلامين كله كده من فوق زي ما انتم شايفين، ونزلت المفرش اهو وبغسله طبعا. غسلت طبعا المفرش كويس وبمسح مكانه اهو زي ما انتم شايفين برضو على الناشف عشان التراب ما يبهدلش برضو ايه الدنيا. لو عملت بالحته مبلوله مع التراب ده كله بصوا هتحس انه قلب بطينه. فلا انا عملته كده بالفوطه بالفوطه قصدي الناشفه الاول. وبعد كده بجيب الخلطه بتاعتي الجباره اللي انا عاملاها دي وارشرش بيها كده. بصوا ارش طول ما انا قاعده كده عماله ارش كده. فيلا لايك بقى حلو كده على التعب اللي انا عاملاه ده كله النهارده. وكومنت حلو بقى. ونضفت بقى كده الضفه بتاعتي اهو خلاص، وغسلت بقى المفرش وسبته يتصفى شويه. وبعد كده رحت جايباه فرشاه تاني ورحت رصه الطقم الميلامين. طبعا انا ما كنتش بستخدمه برضو لان الاطباق اللي انا بستخدمها اللي هي المفلطحه دي والغويطه اللي هي بستخدمها دايما في الاكل، فمخليها دايما في المطبقيه من تحت على الحوض جنب ايديا عشان هي دي اللي بنستخدمها على طول. لكن السلاطين بقى والمغطيان والحاجات اللي كانت فوق والسرفيس الكبيره دي ما كناش بنستخدمها غير بقى يعني ايه كل فين وفين كده. والضلفه اللي من فوق دي برضو كان فيها حاجات انا ما كنتش بستخدمها زي الطقم الفامي الفامي ده. انا طبعا كنت رصيت هنا خلصت الضلفه من فوق زي ما انتم شايفين اهو. كنت حطيت المفرش ورصيت الطقم كله. وديني كنت طلعت بقى على الضلفه اللي من فوق لان طبعا ما كانش ينفع اصور ده كله لان كان الفيديو يبقى طويل جدا. انا اصلا الفيديو كتير قوي بجد عشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا منه. فنزلت بقى الطقم الفامي الازاز ده برضو ما كنتش بستخدمه خالص. نزلته بقى كده ونضفته. وكان معاه الطقم البايركس كان محطوط فوق مع الطقم الفامي برضو ما كنتش بستخدمه. فروحت منزلاه هنا كده جنب الطقم الملامين قلت عشان حابه بقى ان انا ايه استخدمه، فما كانش ينفع اسيبه في الضلفه من فوق. فكنت كل ما اجي انزله كان ممكن بقى حاجه تقع او تتكسر. فقلت اخليه تحت ايديا هنا كده قريب مني لما اجي اطلعه يبقى سهل وبسيط مفيش اي حاجه ايه تقع. يعني انا كنت بقول لكم الطقم الملامين ده ما بستخدمش فيه اي حاجه غير هي الاطباق الصغيره دي اللي من فوق في السلطه بقى سلطات الطحينه الحاجات اللي زي كده. ورجعت بقى رصيت بقى ايه الطقم من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده. رصيته كله كده ايه مع نفسه. طبعا كنت عايزه ارصه رصه حلوه اكتر من كده بس طبعا ما كانش ينفع لان انا عندي المفتاح بتاع الموتور حطاه يعني في جنب بتاع الضلفه من هنا زي ما انا بوريكم كده بشاور لكم عليه. فطبعا لما كنت بشغل الموتور اي حد بيفتح عليا كان بيعمل قفله عندي انا. فطبعا لما كان الكهربائي يجي يصلح لي موتور كان لازم اشيل الضلفه دي كلها كده عشان خاطر يقف يصلحها. فكانت الضلفه دي طبعا لما كنت بشيلها كانت بتعمل مجهود جامد وكان بيقع منها حاجات وكانت بتتكسر. واديكوا شايفين كلها ازاز. فكان في حاجات فعلا من الطقم ده اتكسرت فكنت زعلانه عليها. فعشان كده استسهلت وقلت بقى ايه انزل الطقم البايركس ده مع الطقم الميلامين واخلي الطقم ده كله ايه مع نفسه من فوق عشان ايه هو ده الضلفه دي كانت متعبه قوي.
وكانت كل حاجة بتتكسر منها بصراحة بسبب الموتور ده، لان الموتور اللي عندي ايه كهربا مش اوتوماتيك. وهنا كنت خلصت الضلفة التانية الكبيرة، وجيت هنا ايه اللي كانت فوق الحوض، ودي هنا الضلفة اللي فوق الرخامة. نزلت برضو كل الكوبايات والحاجات اللي كانت في الرف اللي من فوق زي ما انتم شايفين كده، فضيته ونزلته كله على الرخامة، ونضفت مكانه برضو، شلت المفرش وغسلته ونضفت مكانه كله، ورحت غسلت الكوبايات بقى بالصابون بقى والسفنج ونضفته كويس جدا. بصوا خليت الكوبايات، عايزه اقول لكم كانت بتلمع يعني لو كنت شفتوا شكلها من الاول اكيد شفتوها. يعني انا كنت لما نزلتها على الرخامه كانت شكلها رخم جدا. بص لما نضفتها بقى كلها بقى الشكل الكوبايات كان عامل ازاي. ورجعته بقى تاني ونضفت مكانه ورصيت طبعا مكانه. وجيت بقى على الرف اللي من تحتيه برضو نزلته كله، ده كان من الكوبايات بتاعه الرف اللي من تحت. طبعا غسلته برضو كويس، وكنت سايباه بقى على ال على اسمها ايه دي، الصينيه دي كان بيتصفى، انا نسيت اسمها ايه. ورجعت بقى رصيته تاني من اول وجديد. ده كده الرف اللي من تحت. بصوا مش قادره اقول لكم بقى المجهود اللي انا عملته. طبعا ما قدرتش اصور معاكم ده كله، ولا قدرت حتى في حاجات صورتها بس ما قدرتش اسيبها معاكم في الفيديو لان الفيديو كان طويل. فقلت عشان اختصر لكم الفيديو جبت الايه الاختصار كده، ورصيت بقى ده كله تاني. بصوا مجهود جبار بجد انا عملته، وفي عز الصيام بجد تعب تعب تعب. اول ما خلصت عايزه اقول لكم بصوا اترميت على الكنبه مش قادره اقف. بصوا مش قادره اقف حتى احضر الفطار. محمود بصراحه ربنا يخليه قام حضر لنا هو الفطار، لان كنت طبعا زي ما قايله لكم مأكله عبد الله وحمزه، وما كانش فيه غير انا ومحمود. فطبعا بصراحه قام ايه حضر لنا الفطار هو ربنا يخليه. فهنا بقى الرصيد بقى بصوا الرصه دي كده على قد ما قدرت طبعا، لان كنت خلاص جايبه اخري. رصيت هنا الكوبايات والشفشق ده كده، وهنا المجات الصغنونه قوي دي خليتها هي من قدام. وهنا زي ما انتم شايفين هنا كده برضو الكوبايات والكاسات دي برضو حبيت ايه افتكس كده اعمل اي شكل فيها. اشوفكم بقى على خير.